سلام سلام، السلام عليكم، مرحبا بكم مع مطبخ سلمى نسرين. اليوم جينا أشارك معكم هذا الفيديو يا بنات. عندكم السفنج الملعقة من أسهل وأسرع الوصفات. كما راكم تشوفوا عندكم المقادير. قبل ما نبداو نقولوا بسم الله. عندكم يا بنات ريسيبيون، نجيبو نحطو كاس حليب دافي ونبداو نزيدو المقادير. عندكم مغرفة تاع خميرة تاع الخبز، مغرفة كبيرة. عندكم 2 مغارف تاع سكر كما راكم تشوفوا، او ملعقه او ديروا وحده برك. انا هنا درت 2. نخلطوهم يا بنات. يعني هذه الوصفه كي نجيو نشربوا يعني قهوه العصر يا بنات نديروها ولا نوجدوها في يعني دقائق معدوده. نكملوا الوصفه يا بنات. عندكم 3 مغارف زيت في الخليط. نخلطوه مليح. نزيدو هنا 2 حبات بيض كما راكم تشوفوا. نزيدو نخلطوه مليح. هنا نجيبو بالملعقه يا بنات السميد والفرينه. سميد رقيق عندكم 4 سميد رقيق و4 مغارف فرينه. نبداو بيهم ونشوفوا القوام على حسب القوام اللي يسحقوه. نخلطوا الخليط مليح. هنا درنا 4 فرينة و4 سميد رقيق. مازال يخصنا نزيدو 1 مغرفة سميد و1 مغرفة فرينة. القوام مازال يعني ما لحقناش لين نسحاجوه. هنا زدنا مغرفة يعني 5 فرينة و5 مغارف سميد. هنا جربناهم ومازال القوام يخص كيما راك تشوفوا. حطينا هنا لافاني والملح وعندكم عطر الليمون، هذا يعني اختياري. هنا زدنا 6 مغرفة تاع الفرينة و6 مغرفة تاع السميد. معناها هنا حطينا في هاد 2 حبات بيض وكاس حليب و3 مغارف زيت. عندكم 6 مغارف فرينة و6 مغارف سميد. هنا بكري يا بنات كنا نديروها بالكاس، بصح هنا اليوم عندكم هذه الوصفة بالملعقة هكذا باش يطيحوا سوا سوا. زدنا نص مغرفة تاع خميرة حلوة، نص مغرفة صغيرة يا بنات. ونخلطوها مليح كما راكم تشوفوا. هذا هو القوام اللي نسحقوه. نغطوه ونخلوه يتضاعف يا بنات كما راكم تشوفوا. كي يتضاعف يا بنات نوجدوا المقلة تاعنا فيها الزيت ونبداو نقليو فيه كما راكم تشوفوا. نحطو بالمغرفة من هذاك الخليط كما راكم تشوفوا بالملعقة. لهذا نسموها اسفنج الملعقة يا بنات. وعندكم بهذا العود تاع الشوا البيك هذا نتقبوها في الوسط باش طيب مليح. هي يعني هاد الحلوى ما تجيكمش معجنة، تجيكم يعني ما شاء الله، وتوجد لكم في يعني دقائق معدودة. يعني سريعة يا بنات وبسيطة، ما تحتاج بزاف المواد كما راك تشوفوا. حطوا في كسكاس يقدر ولا في فوق ورق يعني اللي يشرب بالزيت هي عندكم. ونقدموها في الصحن التقديم ان شاء الله يا بنات كيما راكم تشوفوا. قدموها مع العسل ولا تحبوا اللي ياكلها مع يعني يزيد لها السكر، كاين اللي يزيد لها المعجون. انا قدمتها لكم هنا بالعسل. نقول لكم فرجة ممتعة. ما تنسوناش لي جيم لي كومونتير يا بنات، تعليقات من عندكم. اعطونا رايكم في الوصفات كيما راكم تشوفوا هنايا يا بنات. نعسلوها هي يعني من معسلات هاد الحلوى. وبالصحة يعني والراحة ان شاء الله. جربوها يا بنات، بسيطة هاد الوصفة.
نقول لكم نتلاقاو في فيديو آخر مع وصفات أخرى إن شاء الله. خليكم على خير ونتلاقاو بخير إن شاء الله. نقول لكم سلام سلام.